اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا كده كل يخش يقول تسلم ايدك يا حمو. ليه؟ لان جاب الكرنبايه الحلوه دي. كنت عايزه اعمل محشي بقالي كام يوم وفي دماغي وهبت في دماغي النهارده ان انا اعمل محشي كرنب، ومناسبة يعني ان انا جبت كيلو لفت ب10 جنيه وقلت اعمله محشي، فده اللي شجعني اكتر يعني. كل مرة بعمل كوسة وفلفل وبتنجان، كوسة وفلفل وبتنجان، فقلت بقى المرة دي نغير ونعمل الكرنباية الحلوة دي. اديته 30 جنيه بالأمانة. راح لقى الكرنب ب35 و40. بص بنتي واقفة ورا خلف الكاميرا مستنية تاكل قلب الكرنباية، خدتها مني لقطتها. طبعا انا هو يا دوبك انا قمت فطرنا على السريع كده، بطاطس بقى وفلفل وبتنجان وبيض وطعمية والكلام ده، أكلة سريعة وخفيفة على السريع كده. وقمت على طول علقت على المية تغلي، حطيت فيها شوية ملح. الكرنب مخدش معايا الهوا، حطيته في مية ساقعة عشان خاطر ما يتهرش، لأن الكرنب ده مبياخدش سليق جامد. الحلة التانية كنت قمت أصلا قبل ما أعلق على المية دي بتاعت سليق الكرنب، جبت بصلتين كده قشرتهم على السريع، على قرنين فلفل، على فصين توم، حطيتهم سلام يعني. وانا عندي الصلصه كنت خلطها وعينها في الفريزر، يا دوبك طلعتها حطيتها على البصل، ما عملش اي حاجه وسبتها مع نفسها. تعرف الصلصه ان هي اتسبكت عن طريق ان الايدام بتاعها يطلع على الوش. يعني الايدام؟ يعني الزيت، تلاقي الزيت كله عايم على الوش. لقيت الورقتين الخضر دول حلوين كده ومش بايظين، قلت اما اسلقهم بالمره. ربما نفرشهم. حبيت اعمل الورق مثلا ما كفاش، في الورق الاخضر ده بيشد عضلات القلب. وقلت بقى ده كيس بنكر بقى الله ينور عليك يا بنت يا سوسو. جبت البنجر وقلت اسلقه برضو بالمره، عامل زي الزبده يا بنات، زي الزبده. المهم سلقته كده، ولازم تشطفيه شطفه كويسه طبعا من الاتربه، بيبقى فيهم حشرات ايا كان بقى. هنا انا اصلا في المرحله دي قبل اي حاجه انا كنت مطلعه الاجنحه، والله العظيم طلعتها كم مره ادخلها الفريزر تاني من كتر الكسل. طلعتها بقى، نضفتها تنظيفه تمام وغسلتها بليمون وملح وسبتها تتنقع. تعالي بقى نعمل التتبيله بتاعه الاجنحه عشان هنشوي. فلفلاي، فلفلتين، على بصلاية، على كام طماطم صغنونه كده، الطماطم عندي صغننه جدا، على كام فص توم، مع شويه ميه عشان الخلاط يمشي. ونسيت احط الخضره، كزبره وبقدونس، مع اضافة المكونات اللي هي التوابل، فلفل وكمون وملح ومكعب ماجي وكزبرة وحبة من القرفة صغننين، وحبة من الجنزبيل، حبة من نسيت النوع التوابل الاخير، زعتر. سلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا هنحط شوية زيت على شوية خل، تمام، على عصرة ليمون، وترجعي اضربي ده كله تاني في الخلاط. طبعا هنا كنت غسلت الأجنحة من الليمون والملح وغزغزتها بالسكينة، اديتها كام غزة كده عشان التتبيلة تخش جوا، وقلبتها التقليبة التمام، وهحطها في التلاجة بقى لحد اما اما نشوي بقى. كنت انا هنا بقى في المرحلة دي عملت الخلطة بتاعة المحشي. طبعا انا عملته معاكم كتير قوي. عملت خلطة المحشي وخرطت الخضرة وكده، ولفيت المحشي وسبته على النار. استوى، اتشرب، وطيت عليه النار. وبعد كده بعد ما استوى تماما قمت طفيت عليه النار، طلعنا بقى فوق السطح عشان اشوي الجناح. ولعت الفحم، جاب كيلو فحم ب40 جنيه، هو جاي بعد ما اشتري الكرنب يعني، نسيت اقولك عليه. فولعته كده على النار وقلت احط خشبتين كده، ربما ان الفحم ما يكفيش، عشان عارفه الجناحه مش هتاخد وقت خالص. صلى على الحبيب قلبك يطيب. المهم حطيت بعد ما الفحم كله اتاكدت ان هو ولع. طبعا انا ما عنديش شبكه او شبكه فرن البوتاجاز، مش هينفع ان انا احط عليها اجنحه واقلبها هتلزق بقى وتبهدل الدنيا وكده. دي عايزه شبكه مقفوله، ان شاء الله بشتري لها شبكه. يعني الشبكه كان عندنا وبوظت يعني. احط كده الاجنحه في الاسياخ بالشكل ده، فكره جديده.
متنسوش تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب القناة عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك، ما عجبكوش برضو حطوا لايك عادي يعني. بنتي هتفطس من الضحك وتضحك علينا. واكتبوا كومنت كده حلو بنقول لكم اللي زي العسل يا ناس يا عسل، صلي في على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا هنا في بصوا خدت لون بسرعة رهيب، مش قادرة اقول لكم على الريحة. عين عليكي تاكلي التليفون من شكل الجناح ليه تما جوه. تجعانة ولا ايه؟ ايه كلت. لو جعانة خش قولي. والجناح خلصت. نعم في بنت جوه في وانا البتاع. كلت نصيف 5. طب مش مشكلة ايه يعني، خش كلي التاني. يا لاسس يا عسل. مفضلش غير دول بس، وطبعا مفيش سياخ. قلت بقى اما دول ينزلوا بقى واي سيخ يخلص يفضى يعني ابقى ايه هحط الباقي يعني بيتا مشروم. ثواني بس اشرب احسن انا عطشانه، المحشي بيعطش جامد. بسم الله. الحمد لله اتاخرت عليكم. طريقة عمل الجناحة مخدتش معايا وقت خالص، كنت قاعدة بمزاج اشوي وانا قاعدة فوق السطح في هدوء تام بسمع قصص. يا سلام. والله كانت هنا خدت استوت بقى على نار هادية كده وجايبه لونها حلو. افضهم كلهم مطلعة، هي دي مطلعة الطاسة المغطى ديت عشان هي اطلع فيها ويفضل سخن وبغطاها وكده. طبعا المحشي كان مطفى عليه من بدري، احنا عمالين نطلع الجناح انا وابني وقاعدين فوق وبنتي نايمة تحت واحنا ناكل. والله العظيم بتبصيلي ليه؟ بتبصيلي عشان انا بكلمكم وبقول لا وبقول اللي احنا قاعدين انا وهو بناكل فوق. كنا بنشوفها استوت ولا لا يا سوسو. بصوا ده انا طبعا عملت 3 انواع من المحشي. اول حاجة طبعا الكرنب شفتوه في بداية الفيديو، تاني حاجة البنجر، وتالت حاجة كان ورق العنب عندي في الفريزر اللي انا اكلتها في الاول دي. كانت ورق عنب ميزز مزازة، انا مش عارفة ما بحبوش خالص خالص خالص، ولا انا ولا ولادي بالامانة يعني. طعمه تحس ان هو ميزز كده عليه ليمون كده، مش مش حلو. بس ما بس حبيبتي هتموت من الضحك هتموت من الضحك. المهم بتضحك في صمت تام. اكلت اكتر حاجة ورق كرومب والبنجر ده كان تحفة تحفة تحفة. شايفين صوابع الست عسل يا اخواتي عسل. تنسوش حبيب قلبي تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديد، واستودعكم الله مع السلامة.